فيديو النهاردة هنتكلم عن احنا ازاي نحسب الكيلومتر يقف على بيسوق الموتوسيكل كام بالظبط. الحسبة دي مهمة عموما لأي حد، سواء كان عاوز يجيب موتوسيكل وهو ما عندوش، أو معاه عربية وعاوز يجيب موتوسيكل، أو شغال بالموتوسيكل فعلا. هو هيبقى مهم لأي حد مثلا عاوز يستبدل الموتوسيكل العربية بموتوسيكل، فيبقى عارف هو هيوفر قد ايه، أو المواصلات هيستبدلها بموتوسيكل يبقى عارف هيوفر قد ايه، او لسه هيشتغل وعاوز يعرف يتوقع ان هو المفروض ان هو مصاريفه قد ايه في متوسط اليوم، او بيشتغل فعلا في النقل الذكي وهو شغال فعاوز يحسب هو النهارده مثلا، او هيحاسب العميل على كام الكيلو عشان يبقى مرضي ليه وفي مكسب. او لو مثلا بيشتغل مندوب في محل، فهو مثلا بيبدأ في اول اليوم بيشوف العداد بتاعه، بيشوف اشتغل كام كيلو النهارده، ففي نهاية اليوم عاوز يحسب اليومية اللي هو خدها دي تغطي الشغل اللي هو اشتغله، المسافة اللي هو مشاها ولا لأ. طبعا هنحسب بالتفصيل، هنحسب من أول طبعا يعني حوالي 60 أو 70% من التكلفة. حوالي 60 70% من التكلفة البنزين. هنحسبه بدقة جدا يعني. وهنحسب الرخصة بتاعت السواقة، رخصة الموتوسيكل نفسه، الجراج، الغسيل، طبعا الصيانة كلها. فتابعوا معانا كده، هنبدأ بأول حاجة اللي هي يعني التكلفة الرئيسية البنزين. هحسبه لكم عملي من أول ما يعني هنفول المكنة ونحسب البنزين قد إيه، ويلا بينا. هنبدأ نحسب البنزين دلوقتي، تكلفة البنزين. أنا الموتوسيكل دلوقتي أهم حاجة يكون هو ماشي على الأساسي، واول ما تقلب على الاحتياطي تاخد القرايه. والحته دي النقطه دي اهم حاجه، ان انت اول ما تخش على الاحتياطي تقوم جاي واخد القرايه بتاعه العداد. انا القرايه 692، وهخش البنزينه فول. مش مهم تخش في ساعتها تفول او اي وقت بعد كده، اهم حاجه انك اول ما تقلب الحنفيه على الاحتياطي تكتب القرايه. وبعدين هنخش طبعا كل ما يتفول يعني تحط بنزين برقم اكبر هتبقى الحسبه ادق. انا هخش احط ب 200 جنيه عشان نبدأ نحسب مع النزول على الاحتياطي تاني مرة تانية. تمام، خشوا البنزينة كده. احنا استهلكنا ال 200 جنيه بنزين، كنت انا مفول على 692 ورجع قطع تاني على 1048. هو العداد طبعا ما فيهوش ال 1000، بس هو يعني ايه قلب ووصل ل 48 كيلو، حوالي 356 كيلو.